يسعد أوقاتكم المستمعين ستار اف ام ببرنامج ضيعتنا. اليوم نحن كالعادة سوا أسبوعيا كل يوم تنين، وإعادة برنامجنا كل يوم أربعاء بنكون سوا. اليوم نحن بقرية عربية، رح نتعرف على تاريخ قرية عربية، قرية اللي بتتسمى خويتلة جوالة. هالقرية يعني رح كون معكم صريحة مستمعينا، أول قرية بشوف تابعة لقحطانية تكون كبيرة لهالقد، حوالي 450 بيت موجود بهالقرية. هالقرية بشو تتعرف؟ ليش اسمها خويتلة جوالة؟ وكيف بيعيشوا هالقرية؟ رح نتعرف سوا مستمعينا، رح نكون سوا لنتعرف هلا على تاريخ قرية خويتلة الجوالة. مستمعينا، وهلا نحن بقرية خويتلة الجوالة، ومعانا الخالة أميرة وخالة ميك وخالتي أم فاروق. هدول الثلاثة رح يحكون لنا عن تاريخ ضيعتهم وعن تأسيس الضيعة وعن سكان الضيعة. بشكل عام رح نتعرف عن قرية خويتلة اليوم. أهلا وسهلا. شو أخباركم خالتي؟ أوضاعكم كيف؟ الحمد لله والله الله الحمد ساتر. لله الحمد لله كويسين الحمد لله ماشي الحال. الحمد لله. وضعكم الصحي كيف؟ رمضان كيف معاكم؟ الحمد لله وضعنا كويس، كتير كويس، ورمضان الحمد لله صايمين والحمد لله. والله أنا أحس رمضان ما شاء الله بسرعة عدى. اي والله بسرعة عدى بسرعة. خفيف خفيف حلو إن شاء الله لحد هلا. خفيف إن شاء الله خفيف إن شاء الله. ان شاء الله. تفضل. شو الفطور اللي أنتوا اليوم ساويتوهم؟ اليوم أنا مسوي بطاطا مع بندورة مع خضروات سلطة. ولي كل يوم لحم؟ ما في كل يوم لحم ما في كل يوم لحم. وأنتي شو الغداء كل يوم؟ سويت باذنجان مشوي، بابا غنوج. بابا غنوج طيبة مع صلايط وشوربة وهذه شو سامين كمان حلو. وأنتي خالتي إيش سويتي؟ والله أنا جبت بطاطا وبندورة وخيار. هي أريد أسوي مطبق. مطبق كمان حلو. كل الأكلات حلوة، خير وبركة. الحمد لله كل شيء خير وبركة. ليش خالة هلا يعني بالضيعة في دكاكين تبع الخضرة، في دكاكين تبع اللحم، في الحمد دكاكين. لله الحمد لله كل شيء متوفر. ما شاء الله. فروج دكاكين خضرة. قناة ما به كذا لحم قناة، لا بفروج. كل أسبوع 10 أيام نشتري لنا فروجي. أيوة. طيب خانات تبع الغنم وهدول كمان ما في بالقرية مو؟ ما أقول إن عجة تريد تموت تونا ناكل لحمها. يعني خالة بشكل عام أنتوا أهل هالقرية ما تربوا حيوان؟ يعني ربي حيوانات. عندنا حيوانات ما شاء الله. بأشخاص شوية عندها مصاري يربون لحالهم، وبأشخاص فقراء مزبوط. بلا بأشخاص ما عندهم، بأشخاص عندهم ملايين خير بلا ويربون خواريف ربوط وعجول. طيب خالة أميرة، يعني بدنا نتعرف إيش إذا كان منك إذا كان من خالتي ميك يعني أم فاروق، بدنا نعرف عن اسم خويتلة من وين جاي، ليش سموها هالاسم هالقرية؟ مثل ما أنت كمان تعرفي كل قرية لها تسمية، ليش سموها هالاسم؟ والله هذه أم فاروق. أنا بيعدي شايب من الدار القديم، قال قبل جانا فيض نوح جي واحد اسمه أخوات لاوي، سموها أخوات لي. اسم الجين جبل جري اسمه واحد أخوات لاوي، سموها على اسمه واسمها أخوات. جا من الفيض. أيوة فيض نوح. هسه عن التل هذه جرية كاملة، كل تل هذه جرية، كل تل مبنيه كذان هذا جرية. جاها الفيض وجمعها وسواها تل. سموها على وعاد هي سموها أخواتلي. الجوالة أخواتلي عادين شنو أصلهم واحد شخص واحد زاد واحد جي جوالي، صار أخواتلي الجوالي اثنيناتهم اشتركوا بهالقرية. أيوة. معناها اللي بنى هالقرية مين خالة؟ البنى القرية عادين الدور القديم من زمان. من زمان هالقديمين بنوها. احنا يعني مو تقولين نعرف، احنا جيل الاخير شو معرفنا، ما نعرف هالشيء من قبل. يعني ابو المختار. المختار اكيد اللي بنى القريه. حنوش الشدادي. حنوش الشدادي هو بني. بنى اول هو بنى واحد بالجريه وبالدور ابوه شدادي اول فال البني، اخوان شدادي
وحنيت ومطوري وخليفة هدول اللي بنوها. وحديد. هذا شدادي جاء خلفهم، ما ادري والله يمكن هيك. هذول اخوان. هذا اخوان. وخلفوا عادين. خلفوا كل من كلها. تعرفين هسه على كل اليوم ولدي صار له عندي ولادين، صار لهم بيت. قاموا يولدون مع بعض وصارت قرية. ايوه. يعني خالتي لما اول شيء لما اجوا بنوا هالقريه، ترى القريه كيف كانت مثلا؟ شنو عباره عن مساحه هيك جلاده كبيره، جلاده يعني مو مثل قبل هسه عن قياعين يقضبون يعني ارضها كانت واسعه عادي. واسعه، ما في مثلا ارض هذه لي اني وهيك عادي. هسه اجى عادين تبع التقسيم وقسموا هالاراضي لهم. ايوه. دار القديم هذا اليوم هذه عمروا بيت، صاحوا هلا البنيات هذين تعالوا عمروا بسدنا هنا، لا تبعدون عنا، يريدون بسد بعضهم. هسه انا نريد نشتري قياعين تنعمر به، ما ظل مكان من كثر الشعب صار 450 صار. ما شاء الله. والعكس من العام اول العام كانت هالكثر. هسه زادت البيوت. تفرج روحي هيك. طيب هدول كلهم من وين يجوا لهالقريه؟ من وين اللي يعني يجون؟ يعني من نبيني من نبينا تولدوا. ها مثلا معناته اذا هيك كل ما تزوجون اولادكم ما تخلوا يطلعوا من القريه. لا بنفس القريه كلها نفس القريه. لا بعضهم زاد يروحون، بس اكثر شيء من القريه. اكثر شيء. بس البنيات هذين ابوهم طلع عليهم قاع وبابو خزف استكانه وغادي بجنة المعروف. تزوجنا هنا وجينا هون. ايوه عن زاد ولاد زادين هنا. هلهن كانوا سكنتهم هنا. والعشيرة بس في عشيرة بس بهالقرية مو عشيرة الجوال. عشيرة الجوال. احنا عشيرة واحدة. كنا عشيرة واحدة. كنا ولاد عم ولاد خال. كنا كلها قرايب. عشيرتكم كبيرة كمان. الحمد لله كبيرة. الحمد لله. طيب إذا هلا نقول خويتلة جوالة، بشو تتعرف هالقرية خويتلة جوالة؟ يعرفون يعني هم احنا نسألهم على اخواتنا اللي هم يسألوننا. لما هن يسألوكم خويتلة جوالة بشو تتعرف هالقرية؟ مثلا كل قرية بتتعرف شيء. في تل الطحين عندهم تل. تل حبش يسمونه تل حبش. ايوه. احنا ما فوق راسنا هم زادين على تله. احنا عندنا تلهين. هسه مقبرة مسوينه اسمه تل سعدون. هذا زاد اثر. ليش اسمه تل سعدون؟ ما عرفتوا. هذا لازم تسألين مثل بابا علي هالكبار تسألينهم ليش اسمه تل سعدون. عيدان قال بيه مرة واحد أول ما دفنوه اسمه سعدون، ودفنوه بالتلة وصار اسمه تل سعدون. أول ما اندفن هو سعدون. اسمه سعدون. قلتي لنا أثري؟ أثري. بأثار. هذا يعرف. هذا احنا هيك كذا يعني. هذا العدني تل سعدون، يعني أول واحد اندفن بتل سعدون اسمه زلمة سعدون. سعدون وسموه تل سعدون. بعيدة عن هون ولا قريبة؟ من بين يبين هناك. وبوجه تل النوب اسمه همين لني اسمه تل عليوي. زاد بواحد. هذا تل عليوي. صارت هيك كون ضرب هيك. هذا يقولوا له حج عليوي قوي. مش كثر مو قوي. قاضب له ما أعرف ويد ما أعرف شنو هو. هل يجون قاضبهم مشتلهم يعني قاضي عليهم. هم حاطينهم بالتل. وهناك ما أدري دافنينه سموه تل حج عليوي. تل عليوي هسه. تل عليوي. أيوة. طيب معيشة أهل القرية بشكل عام كيف يعيشون؟ الحمد لله عايشين، بس مو مثل قبل. عيشتنا هالأيام مو مثل يعني قبل. من أي ناحية تقدري تقولي لنا؟ يعني من أي ناحية؟ هسه بكرة يجينا هالعيد، يعني بدنا نسوي حلو، نسوي كليتشة، نسوي يعني أكلات الهالولاد. ما في عندنا هذيك القدرة. يعني القدرة أقول إمكانية المادية من طرف المادي مثل قبل مو؟ قصدك على هالشيء؟ أيوة. الحمد لله عايشين مبسوطين. لا ما في مثل قبل ما في. بس أنا فكرت تحكين عن حياة القبل بشكل عام، يعني بلكي أنت كمان تعرفي النسوان قبل كانوا يشتغلوا ويتعبوا يروحون على الشغل قبل. أما هلا أحس في يا ريت من كل الأطراف. اسمعي أريد أقول لك يا ريت في شغل. يا ريت شوفي تقول لك قبل في القطن، مشاريع القطن يطلعن عليها البنات. كان في مشاريع كتير. كان في مشاريع قطن. عدس قطن. يروحن يحوشن يجيبن يعني خرجية لهن، خرجية الأهالي. وصلتي لهديك المرحلة من حياتك؟ اشتغلت لما المهريت بيهن. بالقطن بالعدس، نعكف القطن، نسوي خضرة،
احنا خاصة منطقتنا معيشة قبل مو معيشة هسه. قبل الرز متوفر، العدس متوفر، نقدر نشتري الرز. الحين بيش نشتري الرز؟ قبل شقيانين هالامهات، قبل شقيانات بجش والتعب لا والله العسكر قاعدين وساكتين. نريد هسه كل شيء مثل ما يقولوا على الكبسة صاير. كل شيء على الكبسة. نريد اهم شيء الخبز يتوفر. احنا نريد بس. اي والله هذا اهم شيء. ليش خالي ما في فرن بقريتكم؟ والله بفرن بقريتنا، بس يعني اريد اقول لك بس صحيحي كل نهارين 3 يخبزونا مرة. ما يجي يعني يجيبون كم كيس، يلا هالكيس كم كيس يجيبون يجمعونهن ويخبزونهن لنا. وانتم ما تعملوا خبز لحالكم يعني الصاج؟ يعني ما ظل مثل قبل كيس. هسه كيس الطحين صار ب50,000 صار. شوالة الحب صارت فوق 100. بلى منو يقدر هيك كذا وحب مثل قبل ما بي متوفر. ولو زاد بيه موسم السنة ما بي موسم يعني ينفعنا الموسم، حب ونعجن ونخبز، ما بي مشكلة عندنا. بس السنة كله بإيد ربنا الحمد لله. ايه الحمد. ايه ما في موسم عندنا خاصة منطقتنا هنا بنوبة. هلا ما عندنا مشكلة نعجن ونخبز. العام كان بي ما شاء الله متوفر، ما شفت العام اللي راح العام اللي راح، الحنطة، الشعير، الحيوانات عايشة، كل شيء والله كل سنة. يعني هالجرية تنتج بلاوي، مثل هالجرية تنتج يعني العام مو مثل السنة. العام ما عدوا سوى غنم وسوى دجاج، سوى كل شيء ببيته، غاز، يعني كل شيء سوينا. تطورت العالم، بس السنة بنوبة من القلع يعني وما بي موسم. ما بي موسم. هو احنا عندنا اهم شيء الموسم. عنده حلال حاير بيه وين يودي. طيب انتوا خالي الموسم هالسنة ايش زرعتوا؟ ايش حصد؟ زرعنا حنطة، نزرع شعير، نزرع عدس، نزرع كمون، نزرع حمص، كل شيء. مو كله. مثلا احنا اني ما عندي ولا كيس ازرع ولا كيس بنوبة، بس بي ناس عندهم وبي ناس ما عندهم. ايه هسه هذه جدهم الكبير تورث هالارض، عندهم مثلا 15 كيس. هذا ولاده يتوازعونهن على بعضهم، يعني 5 6 7 8 اشخاص ما يظلش. بلا ما يظلش. وكل كل ما تكبر العائلة بس الورثة ما تقل. هسه جدي ولاده 5، مو يوم مات وزع على القاع عليهم، صار ولاده ما ظل لهم شيء. احنا ما ظل لنا كل شيء. بلا صحيح. هالارض صارت على مثلا جد هذول لو هذا هيك هالكثر كم كيس هذول ما عاد يوفي، ما عاد خلاص. بلا الحمد لله الله استاثرها. الحمد لله. اي والله الله كريم. الحمد لله. الحمد لله والله مكيفين ومبسوطين وأمان ومرتاحين، يعني مرتاحين الحمد لله. أيوة. الحمد لله. المهم الصحة والعافية. اي والله هي أهم شيء. الحمد لله مبسوطين مرتاحين. الواحد بس الله طيب خالة، من طرف انه انتوا اهل القرية متفقين مع بعض، مثلا انت وجيرانتك، جيرانتك وجيران تاني، بشكل عام في اتفاق بيناتكم؟ شوفي تقول لك احنا اهل القرية اذا مثلا توفى ميت الحمد لله لا سمح الله ايه نشيله، يعني نجتمع كنا رأسا عليه، يعني هل توفى نجتمع على عائلته، نجي ساعدونه نخليه يعني ونساعده. هذا واجب على الواحد، فرض واجب علينا. بس بعض مكانات ما في عندهم هالشيء هذا، احنا رأسا نجي عليه يعني نسلي اهل بيته، يظلون هالنسوان عنده شهر اكثر رايحين وجايين عليه. هذا اللي يسوي عملية نساعده. اللي يصير عليه يعني يهور بالسيارة هم نساعده. تنفرض على القرية يعني فرضا. شوفي شي يصير يحتلق بيته نساعده. كل شيء يصير بالجرية احنا ناس نساعد ناس. تساعدوا بعض. نساعد بعضنا. ما نخلي بعض. والجرية ايد وحدة. هالشيء كتير كويس الصراحة يعني. الحمد لله. ما تقولين مثلا عندنا هيك على بعض تفرق ما بي. لا كثير اجتماعيين الحمد لله. مو انه كأنكم مو انه انتم اهل بعض تساعدوا بعض. بعض انت تحكين بعض اهل يكونون بعضهم، بس لا احنا قريتنا الحمد لله ما في غربة بقريتكم. لا ما في عندنا غربة. يعني كلها اهل، كنا اهل وقرايبين هالقرية كلها. طيب خالتي، من طرف العادات وتقاليد قريتكم يعني مثلا بالاعراس بالاعياد كيف؟ بالاعياد الصبح يروحون على الجامع. بلا هالولاد يبلشون يعيدون، يلبسون ثياب جديدة، يعيدون على بيوت، ما يخلون بيت ما يبرمونه.
احنا نروح زاد على المقبرة أول شيء، نروح على التربة، نروح عليهم. مقبرة القرية وين يعني؟ تل سعدون. بتل سعدون. تل سعدون هذا هو أسسوا واحد تل سعدون وصارت لحقتها كل ميتين. نزور جيران بعض ونروح على بعضنا، نلبس هالهدوم جديدة يعني. ايش تلبسوا لباسكم انتم شو؟ لباسنا الشيء اللي يعجبنا اللباس، ايه الشيء نشوفه يعني زين نشتري، بس ها ما عنده يشتري الرخيص. ايه بلا بس اغلبيه تشتروا قماش وتفصلوه. احنا تفصيل ما نشتري جاهز. تفصيل ثوب والزبون كراس خفتان ما تفصلوا. بلا بلا تلبسون فستان. بالاعياد. ايه فستان وزبون الوردان احنا. وتشك. ايوه اهم شيء التشك. ايه اهم شيء التشك. ايه ايوه ربنا جو العباتك. هالايام هذه كنا على طول نلبس ثوب وزبون، بس هالايام جتنا هذه العبايات. نلبس العباية. اللي طلعنا على درب هيك نلبس العباية. اما مناسبات مثلا فرح هيك بعرس والله تعرفين نلبس هذا الثوب الدور القديم احسن الثوب والزبون وردان احسن من انا فصلت البارح بدلي اي ثوب احسن. وزبون اريد احيا التراث. حلو مو حلو. اي والله حلو. ايش لون فصلتي؟ ايش موديل فصلتي؟ لونه اخضر فصلته. اخضر على لون عيونك. اي وين فصلتي؟ الله يسلم عيوني. الحمد لله يا ربي. مشان العيد فصلتي خالة ولا عندك عرس عندك طلعة؟ لا والله مشان العيد ومشان طلعت مكان هيك صار عرس صارت مناسبة البسهن واطلع. بعدها ضرة زاد. كل هالجمال وعندك ضرة شوفي كمان. والله مو يا ربي مصيبة، شو اسوي؟ والله مو مصيبة مثل هذه تجيها ضرة. لا والله كل واحد بياخذ نصيبه من هالحياة. بلا هيك مسجل عليها يعني نصيبها تجيها حرمة. ايوه بلا والله. اول شيء انحرينا وهيك انزعجنا بس بعدين تعودتي تعلمتي. تعودت. انتي وضرتك عايشين بنفس البيت؟ لا بيتها لحال. بصيدي ايه بس هسه عينا بس سحور آمنة من فوق المعدة. فيقة تسحري. ايه ها تحبك كمان تفيقك. أنا فيقها. ها انت تفيقيها. أقول حرام خطي. خطي هي أحسن. يعني في عندنا هنا عندنا نرحم على بعضنا. عندكم رحمة بشكل عام. ما نقطع ببعضنا. صحيح مرات دخان قندكة بس شوي نرد على بعض. هسه أنا لو تعرفين ايش اسم حريم اخواني؟ ايش اسمه؟ فرحة وفرحة. فرحة وفرحة. فرحة وفرحة. فرحة وفرحة. ايش صدفة فرحة وفرحة. والله صدفة. ساميتهن اثنيناتهن فرحة. سبحان الله. واختي فطيم وفطيم اثنيناتهن زادين. زدرة. إيه. كمان ضرايب. اسمها زاد فاطمة وديش اسمها فاطمة. فطيم وفطيم. إيه. طيب طيب. طيب وفطيم. بس لو انه يعني من جاي اليبكة وليه جاي يعني على دورنا ما نخلي يجينا ضرايب صراحة. يعني هسه من جو اليبكة مثلا إذا حرمة زلمتها تجوز عليها وراحت تشتكي عليها ما حقوق يقبل. المرأة. إيه. حقوق المرأة ايه من حقكم يعني تاخذي مو حق. صح. إذا مثلا أنا مو ناقصني شيء وعندي أولاد وقايمة بواجبات بيتي ما يصير يروح يجيب علي حرمة. لو كان مشان ما خلت تتجوز. خلي ما كنتي تشتكي بسرعة. ما إيش بحروق قلبي جباري. هو الزواج يعني هلا صاير قانون يعني اذا مو شيء اجباري ما يصير واحد يتزوج مو صحيح. مرة ثانية. بلى إيه إذا مو يعني شيء وازي ما عنده أولاد مثلا يعني مقصر معاه بس هاتوا بس زلمتي تتجوز علي اروح اشتكي. والله لا انتفقي هذا. ايوه والله ما يجرب المسكين حتى يقول لها قوم. والله بلش القتال علينا. اسكتي والله لي 10 ايام بس والله وقفت اتحدى. دعشنا مصيبة والله. ولكن شنو ناقصه؟ تعرفين عدا زلمة مقدسة بس يعني هي نعبات بيها حروق. انت قاعده عندنا بلتي. كل شيء ان شاء الله صراحة ما داني عليه. الله يسلمك اروح اقول اضرب تحيه والله والله الحظ. ما داني عليه بنوبة. بلا خالة أي كلمة أخيرة تقدروا تقولوها تفضلوا بسمعكم يعني يعطيكم العافية الله كثير. فرحت كثير بشوفتكم. الله انبسطت كثير. الله يسلمك. أمت ما تريدون أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيكم يعني يعني إحنا بالنسبة لنا نحبكم ونقدركم صراحة. ونحن إذا ما كنا نحبكم ما كنا يجينا على بيتكم. أيوة ويعني يا أهلا وسهلا بيكم وفرحنا بشوفتكم والله يسلمكم وإن شاء الله ويديمكم على طول تظلون تقدرون وتجون إن شاء الله ونشوفكم وتشوفون. وأهلا وسهلا بيكم قرية أخوات للجوالة يعني نرحب بيكم أمت ما تحبون تجون. أهلا وسهلا بيكم.
وهون مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بتمنى انكم قضيتوا معنا اجمل واحلى الاوقات.